السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جاي لكم بأخبار من داخل النادي الأهلي، أخبار سرية، أخبار مهمة. النهارده كولر يا جماعة بلغ إدارة النادي الأهلي اللي فيه 5 لعيبة مش عايزهم معاه في المرحلة الجاية. مين هم ال5 لعيبة دي؟ 5 لعيبة يا جماعة هقول أسمائهم دلوقتي. منهم لعيبة خدت بطولات مهمة مع النادي الأهلي، وفي لعيبة منهم لسه جاية للنادي الأهلي لسه ما عملتش حاجة مع النادي الأهلي. مين هم اللعيبة دي؟ كولر بلغ النادي الأهلي اللي هو مش عايز محمد مجدي قفشة. قفشه يا جماعه، قفشه صاحب القضيه ممكن النهارده قفشه. كولر بيبلغ اداره النادي مش عايزه، وفي عروض جايه لقفشه يا جماعه من الدوري السعودي. فهل اداره النادي الاهلي هتوافق على رحيل قفشه؟ تاني لاعب يا جماعه لعيب جامد، لعيب جمهور الاهلي متعلق بيه، وهو النجم احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بتاع المهارات بتاع الحركات يا جماعه، اللي جاي له عرض جامد من الدوري الروسي، عرض جامد يا جماعه بمبلغ ضخم بصراحه. اداره النادي الاهلي بتفكر فعليا اللي هي تبيع احمد عبد القادر للدوري الروسي. تالت واحد يا جماعه ما لحقش النادي الاهلي يستفيد بيه، لعيب كان مكسر الدنيا في نادي سيراميكا، لعيب بصراحه مدرب المنتخب اتكلم عليه، واداره النادي الاهلي كانت مقتنعه بيه، عشان كده اشتريته يا جماعه. شادي حسين اللي هو كان هداف في سيراميكا. شادي حسين كولر بلغ اداره النادي الاهلي اللي هو مش عاوز شادي حسين. نيجي الرابع لاعب، رابع لاعب ده تاريخ في النادي الاهلي، وخد بطولات مع النادي الاهلي، وجمهور الاهلي يا جماعه اتعلق بيه جدا، لانه لعيب راجل، لعيب وافي، لعيب بصراحه عنده انتماء للنادي، وهو لعيب جاي له عروض جامده جدا، وابرزها العرض التركي من نادي جالتا سراي. بقالهم 3 سنين يا جماعه بيتكلموا عليه، عايزينه، محتاجينه، وهو اللاعب اليو ديانج. نادي جالتا سراي بعت للاهلي كذا فاكس اللي هو عاوز يشتري اليو ديانج، وفعلا كولر بلغ اداره النادي الاهلي اللي هم ممكن يبيعوا اليو ديانج لنادي جالتا سراي التركي. فبصراحه لغايه دلوقتي 4 صفقات. يا ترى مين اللاعب الخامس يا جماعه؟ اللاعب الخامس ده بقاله سنين في النادي الاهلي، ولاعيبه من اللعيبه الرجاله جدا، وانا كنت مش متوقع اللي اداره النادي الاهلي او كولر يستغنى عنه، لانه لعيب جوكر في الملعب. تلعبه باك شمال ينفع، تلعبه في وسط الملعب ينفع، تلعبه مساك ينفع بصراحه، وادى المنتخب مصر، ولعيب راجل. وهو مين يا جماعه؟ ايمن اشرف اللي بقى له تاريخ في النادي الاهلي، اللي بقى له عمر في النادي الاهلي. كولر النهارده بيبلغ اداره النادي الاهلي اللي هو مش عايز ايمن اشرف يا جماعه، اللي هو مش عايز ايمن اشرف. واما ابتدى الكلام يتقال على ايمن اشرف، اكتر من النادي المصري البورسعيدي قال لك احنا عايزينه، ونادي سيراميكا قال لك احنا عايزينه، ونادي انبي، ونادي سموحه، وكذا نادي يا جماعه بيفكر اللي هو يتعاقد مع الكابتن ايمن اشرف. 5 لعيبه يا جماعه، 5 لعيبه تقال في النادي الاهلي وكولر بيقرروا اللي هم يعرضوهم للبيع. هل النادي الاهلي هيقدر يعوض بصفقات احسن من اللعيبه دي؟ طبعا احنا عارفين النادي الاهلي ملك الصفقات، احسن صفقات النادي الاهلي بيجيبها. احنا نتمنى كل الخير وكل التوفيق للعيبه اللي هتغادر النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي الكبير. السلام عليكم.